مرات في بريطانيا وثلاث مرات في أمريكا، وهو أول كاتب عربي يطبع كتابه 7 مرات. كما صدر له كذلك كتاب حول ما بعد بن لادن، وكتاب آخر حول داعش. كما صدر له كتاب أيضا وطن من كلمات، رحلة من المخيم إلى الصفحة الأولى. أستاذ عبد الباري عطوان نرحب به ونشكره على أنه لبى دعوتنا بالرغم من كثرة انشغالاته، فهو لبى دعوتنا لأنه يحب المغرب والمغاربة جميعا. وقبل أن نقسم ونصبر كما يقول الفقهاء في هذه المداخلة، يحسن بنا أن نعطي كلمة ترحيبية للأستاذ الدكتور محمد فاضل، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال. شكرا جزيلا. كلمتي ستكون فقط كلمة مقتضبة مختصرة، وهي نحن باسم أساتذة المعهد العالي للإعلام والاتصال، طلبته كذلك ومستخدميه وأطره، نحن سعداء لاحتضان المعهد هذه الأمسية الذي يؤطرها بالفعل شخصية إعلامية مرموقة معروفة على الصعيد العالمي بكتاباته وأعمدته وتحاليله الخاصة في بالشأن العربي بالدرجة الأولى. ونحن بطبيعة الحال كذلك نتمن هذه المبادرة التي قامت بها مركز الدراسات ديال أسبرس للإعلام بالفعل الانفتاح على المؤسسات التكوين الإعلامي، لأن من لها أثر بطبيعة الحال إيجابي، ونتمنى أن تتكرر في المستقبل مثل هذه بطبيعة الحال المبادرات. إذن نرحب بضيفنا، ونحن سعداء في المعهد العالي للإعلام والاتصال باحتضانك وبضيافتك في هذا المساء، وشكرا. شكرا الأستاذ والدكتور محمد فاضل الذي عبد المجيد فاضل الذي دائما يساعدنا في تنظيم الندوات لمركز إسبريس للدراسات والإعلام في هذه المركز وللمرة الثانية. ونعطي كلمة مقتضبة كذلك لمدير مركز إسبريس للدراسات والإعلام الأستاذ أشرف طريبق. باختصار شديد، في البداية أرحب بجميع الحضور، وأشكر أيضا إدارة المعهد على استضافتنا في هذه الأمسية الطيبة. كل ما أريد أن أذكره في هذا التقديم هو أنه نحن الآن بصدد مناقشة 5 سنوات بعد الربيع العربي أو الربيع الديمقراطي، 5 سنوات لم تكن هينة، مرت فيها أحداث كثيرة. حاولنا من خلال هذه الندوة أن نتفادى أشكال التشخيص العادية أو الآراء المتشابهة التي لا تختلف عن بعضها البعض، في إطار أن نجد قراءة متميزة لكاتب صحفي تميز بطرحه وتميز بخصوصيات الأفكار التي يطرحها. وهذا هو الجديد الذي يحاول أن يقدمه مركز إسبريس للدراسات والإعلام من خلال أنشطته، أن نظهر دائما الآراء المختلفة، أن يكون النقاش قيمة، أن يكون النقاش ذا معنى، حتى يمكن أن نصل إلى ماهية الاختلاف الذي نبحث عنه جميعا. باسمكم جميعا أشكركم، وأود أن أذكر أنه هذا التأخر ناتج عن العطب التقني المرتبط بالبث المباشر لهذه الندوة على صفحة الفيسبوك لموقع إسبريس، هي الآن تبث على المباشر. شكرا لكم، وأعطي الكلمة للأستاذ نور الدين. إذن شكرا أستاذ أشرف طريبق، وشكرا للحضور الكريم مرة أخرى، وشكرا للذين يتابعوننا مباشرة الآن على فيسبوك. أيضا أنتم الذين يتابعون على فيسبوك سنمنح لكم وقتا للمداخلة وطرح أسئلة على الأستاذ عبد الباري عطوان. الأستاذ عبد الباري عطوان، قبل 5 سنوات خرجت الشعوب العربية إلى الميادين وإلى الساحات مطالبة بالتغيير. بعد ذلك انتشر البغض والحقد وخرج أسوأ ما فينا. فشلت بعض الدول، وبعض الدول حافظت على استقرارها. هذا الاستقرار هناك بعض المواكبين والمتابعين للشؤون العربية يصفونه بأنه استقرار هش. سقطت هذه الدول، وأصبح المواطن في الوطن العربي ينتصر للهويات الشذرية. بعدما كنا نسمع هذا سوري وهذا عراقي، نسمع الآن هذا شيعي، هذا سني، هذا يزيدي، هذا تركماني. أستاذ عبد الباري عطوان، بعد 5 سنوات الوطن العربي إلى أين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي للأخوات والإخوة، ويعني أشكركم على هذا الحضور، وأشكر أيضا مركز هسبريس للدراسات، أشكر أيضا المعهد الصحافة الذي استضافنا في هذه الأمسية الرمضانية. حقيقة يعني عندما اتصل بالصديق الأستاذ نور الدين لشهب للقيام أو لإلقاء هذه المحاضرة وفي رمضان، يعني ترددت كثيرا، يعني قلت يعني هل هناك معدة لاستيعاب حديث سياسي عن ثورات عربية بعد الحريرة والحلويات والطاجين والأكل الدسم؟ يعني فالحمد لله يعني أرى هذه الوجوه الطيبة الحريصة على الاستماع ويعني تبصر لما يجري في منطقتنا العربية من تطورات. كالعادة يعني أشعر بسعادة غامرة عندما أكون في وسط أشقائنا في المغرب، لأني أعرف مدى حرصهم على الثقافة وعلى مدى وطنيتهم أيضا وشعورهم القوي تجاه أمتهم وتجاه عقيدتهم. أبدأ بالقول بأن يعني جميع المحاضرات التي كنت ألقيها سواء باللغتين العربية أو الإنجليزية كانت سهلة جدا، لأن المواضيع واضحة، يعني إما أبيض أو أسود، فكانت تكون المهمة سهلة. أيضا في الكتابة كانت أيضا تكون المهمة سهلة جدا، لأنه واضح جدا الأمر. لكن أعترف بأنني أجد صعوبة جدا هذه الأيام، ليس في فهم ما يجري في المنطقة فقط، وإنما خوفا عما يجري فيها والمآلات التي يمكن أن تنتهي إليها والأخطار التي يمكن أن نواجهها سواء في ال5 سنوات أو ال10 سنوات وربما ال30 عاما المقدمة. يعني ما يجري حاليا لن يهدأ غباره قبل مرور على الأقل 10 سنوات، هذا إذا يعني وهذا إذا كنا متفائلين إن لم يكن أكثر. أبدأ بالقول بأن حتى نفهم ما جرى ويجري في المنطقة، بداية أحب أن أوضح نقطة أساسية، أنني كنت من أكثر المتحمسين لعملية التغيير في المنطقة. يعني كانت المنطقة وصلت إلى حالة من الجمود غير مسبوقة، حالة من الفساد، حالة من التعفن، وكنا نعتقد بأن هذه الحالة ربما تكون استثنائية أو مؤقتة. فلذلك أيدنا الإصلاح، أيدنا حتى تغيير الأنظمة، على اعتقاد بأن التغيير سيأتي بالأفضل. لكن من المؤسف جدا أن هذه الثورات العربية التي كانت تعكس نوايا طيبة، نوايا الحرص على اللي هو الذهاب إلى الأفضل والتخلص من كل الأدران التي لحقت بشعوبنا، لكن للأسف هذه الثورات خطفت من قبل قوى غربية لا تريد لهذه المنطقة أي تقدم وأي استمرار وأي خروج من أزماتها المجتمعية وأزماتها السياسية وأزماتها الاقتصادية. قبل أن أذهب إلى التفاصيل، أود أن ألخص يعني ما جرى وما يجري في المنطقة في عدة تيرمينولوجيز أو مصطلحات أساسية. هذه المصطلحات الأساسية أو الكلمات الأساسية إذا فهمناها وتوقفنا عندها نستطيع أن نفهم لماذا جرى ذلك وكيف يمكن أن تتطور الأمور. هذه الكلمات تبدأ أول شيء كلمة الإذلال. نحن عشنا ونعيش في المنطقة كعرب وكمسلمين حالة من الإذلال غير مسبوقة. هذا الإذلال سواء كان من أنظمتنا أو من القوى الغربية، وسأشرح أكثر. النقطة الثانية حالة من الإحباط. هذا الإحباط الناجم أو frustration هذا الإحباط ناجم عن انسداد الأفق أمامنا. يعني عندنا جيل صاعد يعني فاقد الأمل كليا. يعني عندنا أكثر من 85 مليون عاطل عن العمل في منطقتنا العربية في الوقت الحالي. عندنا معظم الدول العربية على الأقل ثلثها تحت خط الفقر. الإحباط أنه لا يوجد أفق أمام هذه الأجيال الجديدة.
هذه مشكلة كبيرة جدا. أيضا الإحباط حتى عند الأجيال الأكبر، لأنه هذه الأجيال توقعت أن تتطور الأمور إلى الأحسن، لكنها للأسف لم تتطور إلى الأحسن على الإطلاق. فعندنا الإذلال أولا، الإحباط ثانيا، ثالثا التهميش. يعني الآن نحن نعاني من التهميش، أو مثل ما يطلقون عليها بالإنجليزي marginalization، عملية التهميش. هذا التهميش بمعنى تهميش لقطاعات أساسية في شعوبنا العربية. هذا التهميش سواء السنة يهمش الشيعة، الشيعة يهمشوا السنة، الشيعة والسنة العرب يهمشون الأكراد، أو يهمشون التركمان، أو يهمشون، يعني هذا التهميش يعني لعب دورا كبيرا ويلعب دورا كبيرا فيما تطورت إليه الأمور في السنوات الماضية. أيضا الطائفية، نحن الآن نعيش خطر مدمر اسمه الطائفية في المنطقة العربية. هذه الطائفية هي التي ربما تقوض مجتمعاتنا بأسرها. في الماضي كانت هناك هوية واحدة، يعني هوية موحدة، هوية تجمع مظلة ينضوي الجميع تحتها. لكن لو أخذنا مثلا العراق الآن، يعني الآن تجد العراق هناك عدة هويات. هناك هوية شيعية، هناك هوية سنية، هناك هوية أزيدية، هناك هوية تركمانية، هناك هوية كردية. لا توجد هوية جامعة إطلاقا. هذا النموذج ينطبق، أو الآن يحاولون تطبيقه على مختلف الدول العربية وليس فقط على العراق. فهذه الطائفية مشكلة أساسية الآن نحن نعاني منها. النقطة الرابعة أو الخامسة هي غياب الحكم الرشيد، اللي هو good governance. هذا الحكم الرشيد للأسف هو الذي يغيب عن معظم الدول العربية. ففي ظل غياب هذا الحكم الرشيد تبدأ الأمراض كلها تطفو على السطح. وهذا الطوفان على السطح يعني نراه في ثورات، نراه في صدمات طائفية، نرى لأنه لا يوجد هذا الحكم الرشيد الذي يعني يحقق المساواة، يحقق العدالة، القضاء العادل المستقل، يقضي على الفساد، يقتلع من جذوره. فهذا هو المشكلة الأساسية. والثورات العربية أصلا قامت من أجل الوصول إلى هذا الحكم الرشيد، لكن معظمها للأسف لم يحقق هذا الأمر. الدور التعبير السادس أو الخامس هو التدخلات العسكرية الأمريكية. منذ أن بدأت التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة ونحن نتجه إلى الدمار. يعني لاحظوا الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب لا يتدخلوا في أي مكان آخر في العالم عسكريا إلا في العالمين العربي والإسلامي. هذه المشكلة الأساسية، يعني متخصصون في التدخل العسكري في مناطقنا. تدخلوا في العراق، تدخلوا في ليبيا، تدخلوا في اليمن، يتدخلون الآن في سوريا، وهكذا. هذه هي المشكلة الأساسية. ماذا يعني التدخل العسكري؟ التدخل العسكري يعني بالدرجة الأولى هو خلق دولة فاشلة. نحن لدينا في الوطن العربي الآن 5 دول فاشلة. ماذا يعني الدول الفاشلة؟ أنه لا توجد دولة مركزية، وإن وجدت دولة مركزية لا تستطيع السيطرة على حدودها، ولا تستطيع أن تفرض هيبتها وأن تفرض وجودها على شعوبها. الأمر الآخر اللي هو سوء التقدير، الأندر استيميشن، بمعنى أنه هناك حالة من سوء التقدير في المنطقة. احنا مثلا أسأنا تقدير التدخل العسكري الأمريكي في العراق وأخطاره، أسأنا تقدير اللي هي الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل الدولة الإسلامية أو داعش أو في سوريا، أسأنا تقدير تسليح المعارضة بشكل أو بآخر والأخطار اللي ممكن أن تترتب على ذلك، أسأنا تقدير مخاطر التدخل الناتو في ليبيا أيضا. فكل هذا سوء التقدير هو الذي، حتى الدول الغربية أيضا أساءت التقدير. يعني عندما تدخلت عسكريا في ليبيا لم تتوقع أن تكون ليبيا دولة فاشلة، لم تتوقع أن تكون ليبيا هي يعني ساحة للميليشيات وساحة للتطرف وساحة للفوضى الدموية. هذه كمان من عوامل سوء التقدير. النقطة الأخيرة هي دور وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نعيش ثورة حقيقية اسمها وسائل التواصل الاجتماعي. يعني حتى هذه اللحظة يعني لم نستطيع أن نقدر أهمية وخطورة
هذه الوسائل من فيسبوك إلى تويتر إلى إنترنت إلى إنستغرام إلى تليجرام إلى كل هذه الوسائل، هذه أحدثت انقلابا غير عادي في منطقتنا وخاصة في أوساط الشباب. إلى أين ستصل هذه الثورة، ثورة التواصل الاجتماعي؟ نحن لا نعرف بالضبط أين حدث. طيب، بدأنا بالقول بأن هذه المنطقة يعني بدأت بثورات. هذه الثورات كانت مشروعة، هذا التحرك كان مشروعا لسبب بسيط، لأن القمع وصل مداه، لأن الفساد وصل ذروته، لأن دائرة المشاركة الشعبية في السلطة وفي القرار تراجعت إلى أدنى مستوياتها. أنظمة الحكم في معظم الدول العربية تكلست وأصبحت غير قابلة بأي تغيير وأي ضغط من الشارع، بل أهملت الشارع بكليا، وأصبحت أسيرة فئة محدودة جدا وعزلت السلطة عن الشعب، بحيث أصبح الشعب في واد والسلطة في واد آخر. هذا كله يعني أدى إلى هذا الانفجار الشعبي المشروع. متى بدأ التغيير أو متى بدأنا نخاف؟ عندما ظهر علينا توني بلير اللي هو كان شريكا أساسيا في الحرب على العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، خرج علينا وأنا سمعت بنفسي في محطة الBBC باللغة الإنجليزية يقول بأننا مع هذه الثورات، مع هذا التغيير، لكن شريطة أن يكون هذا التغيير متحكم به. يجب أن يكون هذا التغيير متحكما به، يعني أن نتحكم به نحن وليس أي قوة أخرى. طيب كيف، ماذا يعني هذا التحكم؟ هذا التحكم أن يوظف أو أن توظف هذه المشاعر الحقيقية الطبيعية العفوية، أن توظف في مصلحة مشروع يعني تفتيت الأمة بكاملها وتفتيت الدولة القطرية. وبدأت بدأت إرهاصات هذا المخطط عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق واحتلته. صدقوني، يعني لو كان العراق متماسكا، صدقوني لو لم يسعوا لتدمير العراق واحتلاله وتفكيكه، لما هذا المخطط نجح أو حقق أي نجاح على الإطلاق. هذه هي المشكلة الأساسية. عرفوا من أين يبدأوا. إذا تلاحظوا أمر أساسي في كل اللي هي عمليات التدخل الغربي اللي حاولت أن تخطف وما زالت، اللي هي الثورات العربية. هناك قواسم مشتركة بين الدول التي تعرضت لثورات الربيع العربي أو تعرضت للتدخل لخطف ثورات الربيع العربي. ماذا يجمع بين هذه الدول؟ يجمع بينها أول شيء التعايش. هذه الدول فيها تعايش إثني وتعايش طائفي وتعايش اجتماعي. يعني العراق مثلا، احنا في العراق لم نكن نعرف من هو سني، من هو شيعي، من هو مسيحي، من هو مسلم، من هو أزيدي، ما كنا من هو تركماني، لا نعرف هذه الأشياء. نعرف عراقي أو غير عراقي. هذا أول. سوريا مثلا، في سوريا لم نكن نعرف من هو العلوي، من هو الشيعي، من هو الإسماعيلي، من هو السني، لا نعرف على الإطلاق من هو المسلم، من هو المسيحي. حتى ليبيا، ونحن كنا نضحك كثيرا على القذافي ونتمسخر عليه، وأيضا ليبيا هذه اللي 1,000,000 كيلومتر مربع، هذه يعني لم نكن نعرف بالضبط يعني من هو من الورفلة ولا من ورشفانة ولا من العبيدات ولا من المقارحة ولا من يعني القذافي. لم نعرف هذه التقسيمات على الإطلاق. لم تكن هناك أيضا جماعات إسلامية متطرفة في ليبيا، لم تكن هناك جماعات إسلامية متطرفة في العراق، لم تكن هناك جماعات إسلامية متطرفة في سوريا. كان هناك يعني الحد الأدنى إن لم يكن أعلى من التعايش بين الناس. إذا انتقلنا أيضا اليمن، حتى اليمن، هذا اليمن القبلي، في اليمن في هناك أكثر من 50 مليون قطعة سلاح، ورغم ذلك يعني عاش اليمنيون كلهم يعني عاشوا تحت دولة في إطار دولة واحدة. لم نعرف من هو الزيدي، ولم نعرف من هو السني، لم نعرف من هو التعزي، ولا من هو الشمالي ولا الجنوبي. كانت في هناك الحد الأدنى من التعايش، والأمثلة كثيرة في هذا الإطار. فالمشكلة الأساسية أنه هذه الدول هي ماذا تعني هذه الدول؟ هذه الدول أيضا كانت عندها مشروع وطني كبير جدا يتعلق بعملية تحرير فلسطين. يعني هذه الدول كان فيها جيوش
وكانت هذه الجيوش اتفقنا معها أو اختلفنا، هذه الجيوش كانت تشكل العصب الأساسي للأمة العربية بأشكالها كلها أو بأطرافها كلها. هذه كانت هناك جيوش، كانت هناك عقيدة توحد هذه الأمة، توحد الشعب كله. يعني هذه المشكلة الأساسية. طيب الآن لا، الآن يعني كانت إسرائيل هي العدو عند معظم الناس أو الغالبية الساحقة من العرب والمسلمين. الآن لم تعد إسرائيل هي العدو حقيقة. يعني إنه أنا لما تشوف صفحات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر والأشياء، تجد أن هناك من يريد أن يجعل من إيران هي العدو الأساسي، وأن يقسمنا على أساس هذا سني وهذا شيعي، وأنت إذا أنت عاديت إسرائيل فأنت مع الشيعة، أنت مع إيران، أنت مع يا ريت حتى الشيعة، يقول المجوس وأبناء المتعة والرافضة. يعني أصبحنا نسمع توصيفات غير عادية وغير مسبوقة. هذه المشكلة. والآن هناك يعني توظف إمبراطوريات إعلامية ضخمة جدا بميزانات بمليارات الدولارات من أجل اللي هي تكريس هذا التفتيت الطائفي الذي نعاني منه وسنعاني منه، من أجل من مصلحة أنظمة معينة أو حكام معينين ليستمروا في السلطة. هذه هي المشكلة الأساسية. طيب كيف يعني جرى التعامل مع هذه ثورات الربيع العربي؟ هناك نوعان من هذا التعامل حقيقة. يعني في هذا البلد، في هذا المغرب، عندنا نموذجان يعني في المنطقة العربية، النموذج المغربي والنموذج الأردني والنموذج العماني، 3 نماذج. ماذا حصل يعني في هذا البلد؟ يعني أنا حقيقة يعني اسمحوا لي أن أكون صريحا وواضحا، لأني تابعت تجربتكم وتوقفت عندها بإعجاب. عندما بدأ تحرك الشارع المغربي سواء من جراء نفسه أو بسبب الضخ الإعلامي وبسبب محاكاة بعض الثورات العربية، عندما تحرك ماذا حصل؟ حصل أنه أهلا وسهلا، تريدوا انتخابات؟ نعمل انتخابات. تريدوا حل البرلمان؟ سنحل البرلمان. تريدوا تعديل الدستور؟ سنعدل الدستور. وجرى امتصاص هذه النوع، يعني التماهي والتجاوب مع مطالب شعبية أساسية. يعني هذه المطالب لم تكن هي يعني قمة المنال بلا شك، لكن على الأقل يعني جرى تفويت خطر كبير ربما كان يعني يزحف باتجاه المغرب. نفس الشيء في الأردن، صار هناك حراك جماهيري، صار هناك حراك شعبي جرى امتصاصه من خلال بعض الإصلاحات التي وقعت، ويعني الحمد لله لم تحدث خسائر بشرية، لم تحدث ضحايا، لأنه كانت طريقة التعامل جيدة. في عمان أيضا كان هناك ثورة شعبية وكانت غير مسبوقة. جاء من يقول أهلا وسهلا، نحن نحل المجلس الوزراء، نحل البرلمان، وتم طرد 2 من المستشارين المقربين للحاكم، واللي هو إجراء انتخابات جديدة وخلق 60,000 وظيفة فورا. فجرى امتصاص هذه النقمة واستيعابها. طبعا في دول أخرى استوعبت هذه، مثلا المملكة العربية السعودية 120 مليار دولار دفعتها للشعب، إعفاء من أقساط إسكان، زيادة رواتب، مكافأة شهرية. هذه كانت تملك الرصيد المالي الضخم، وظفت هذا الرصيد بشكل أو بآخر. لكن الدول الأخرى، يعني هذا لا يعني أن الدول الأخرى لم ترغب في ذلك، حتى لو رغبت في الامتصاص كان ممنوعا عليها لسبب بسيط، لأنه كان مطلوب تدميرها، يعني كان مطلوب تقسيمها، كان مطلوب تفتيتها على الأقل كمرحلة أولى. حتى لو حاولت الإصلاح، حتى لو لا، كان ممنوعا لسبب بسيط، لأنه كان هناك خطة. يعني أنا أعرف شخصيا يعني في بريطانيا مثلا كان هناك تحضيرا للاضطرابات في سوريا قبل أن تبدأ الثورة السورية، وشاهدنا مؤسسات إعلامية، شاهدنا تلفزيونات، وهناك وثائق تقول بأنه جرى استخدام هذه يعني بحسن نية ربما من قبل اللي قائمين عليها، استخدموا بحسن نية من أجل اللي هو تمرير بعض المخططات. هذا لا يعني أنه في أخطاء كبيرة جدا للنظام كانت هناك، في قمع كانت هناك، في ديكتاتورية، لا نشك في ذلك على الإطلاق، لكن العملية هي التوظيف اللي صار. طيب لاحظوا شيء أساسي آخر، هو الجيوش العربية. يعني بدأوا بالجيوش العربية، يعني ممنوع أن تكون هناك جيوش عربية، يعني لأنه هذه الجيوش العربية أساسية في المنطقة، ليس من أجل مكافحة إسرائيل. يا أخوان، في العالم الثالث وفي العالم العربي على وجه التحديد هناك مؤسستان هم
الأقوى وهم الأكثر حفاظا على الوحدة الوطنية وعلى الحدود وحدود الدولة. هي المؤسسة العسكرية، يعني تجد دائما المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المتماسكة، وهي الوحيدة حتى في ظل الدكتاتوريات. تجد المؤسسة العسكرية هي الضامن للوحدة الترابية، هي الضامن للهيكلية السياسية، هي الضامن للبلد. أيضا المؤسسة الأمنية، فوجود طبعا احنا لدينا تحفظات كثيرة جدا على المؤسسات الأمنية وقمعها واضطهادها وتعذيبها، لكن هاتان المؤسستان في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية كانوا هم الضمانة للحفاظ على الوحدة. طيب ماذا حدث بالضبط الآن، أو ماذا سيحدث؟ ما حدث على وجه التحديد هو أنه نحن الآن أصبحنا بلا جيوش، وبلا ثروة نفطية، وبلا مؤسسات وطنية، وبلا هوية جامعة. هذه 4 أشياء أساسية. تجد الآن سمي لي جيش عربي، ما فيش جيش عربي، ما في جيش عراقي، ما في جيش سوري، ما في جيش مصري حتى، بشكل أو بآخر. الجيش المصري اللي كنا نعول عليه كثيرا أصبح منشغلا في الترع بعدين، أو صناعات مدنية أو أشياء. لم يعد الجيش المحترف الذي كنا نعرفه. ما في جيش سوري، وإذا في هذا الجيش السوري فهو منهك. ما في جيش عراقي، وحلوا الجيش العراقي وحلوا المؤسسة الأمنية. وما هو البديل؟ هو الدولة الإسلامية أو داعش. هم الذين خلقوا الحاضنة. الأمريكان عندما احتلوا العراق خلقوا الحاضنة للتطرف السني على وجه التحديد، الذي يقابل أيضا الآن بدأ اللي هو التطرف الشيعي. هذه المشكلة الأساسية اللي احنا نواجهها. كمان نقطة أخرى، هذه الأنظمة التي تواجه الآن الانهيار أو تواجه التفتيت، هذه الأنظمة هي التي كانت تطالب بأسعار عادلة للنفط في منظمة أوبك. صدقوني والله لو نجحت التجربة التفتيت في سوريا، أو لو انهار النظام السوري، يمكن كانت الجزائر هي بعد السورية، وربما كانت أيضا المغرب بعد سوريا، كانت هناك احتمالات كبيرة جدا أن تنتشر من سوريا إلى محلات أخرى. في نقطة أخرى أساسية، كان مفروضة حتى اللي كانوا مع التغيير، هناك فرق كبير بين تغيير أنظمة وبين تغيير دول، بين تغيير حاكم وبين تغيير هيكلية الدولة. انتبهوا لهذه المسألة. الآن أصبح التغيير هو ليس للحاكم. طيب غيروا ليبيا، غيروا حاكم ليبيا، راح القذافي، لكن كمان غيروا الدولة الليبية. ما لم تعد هناك دولة ليبية. يا سيدي غيروا العراق، لم تعد هناك دولة عراقية. غيروا الحاكم لكن ما عادش في دولة، بمعنى دولة لها هيبة ولها حدود ولها سيطرة على حدودها. سوريا أيضا الهدف أنه ليس تغيير النظام فقط، وإنما تغيير الدولة. لو شفتم الدستور السوري أو مشروع الدستور السوري، ماذا تجدوا فيه؟ تجدوا فيه هذا دستور لتقسيم البلد على أسس طائفية وعلى أسس عرقية. خلق 5 دول في سوريا، ألغوا شيء اسمه مجلس الشعب، وعملوا برلمانات محلية، والآن يتحدثون عن الفيدرالية، عن فدرلة سوريا. فدرلة سوريا جاءت بعد فدرلة العراق، وربما تأتي بعد ذلك لفدرلة مصر، ربما تيجي فدرلة السعودية، فدرلة اليمن، وهكذا. ما عادش في اللي هو يقول لك لا إنه سوريا السابقة لن تعود مرة أخرى. سوريا الموحدة لن تعود مرة أخرى، العراق الموحد لن يعود. لا يريد دولة عربية قوية. نحن في أجيالنا كنا نحلم نرفض الدولة القطرية ونتطلع إلى الدولة القومية، الدولة الشاملة. الآن لا توجد هذه الدولة الشاملة. الآن كله، حتى الدولة القطرية راحت، قتلت الدولة القطرية. طيب الآن احنا نعيش 100 سنة على سايكس بيكو الأولى. ماذا فعلت سايكس بيكو الأولى؟ فعلت سايكس بيكو الأولى هو فصل العرب عن الأتراك، فصل العرب عن العثمانيين. وكيف بدأت هذه سايكس بيكو؟ بدأت أيضا بالثورة العربية الكبرى. الثورة العربية الكبرى كانت ضد اللي هو الأتراك أو التتريك أو اللي هو حكم تركيا الفتاة، باعتبار أن أنتم عرب وهؤلاء أتراك، فأنتم مثل الزيت والماء لا تختلطوا مع بعض. خلي الأتراك يروحوا وإحنا العرب نعطيكم اللي أنتم نعطيكم الاستقلال، نعطيكم الحرية، نعطيكم كل ما تريدون، لكن فقط ثوروا ضد الأتراك. ثرنا ضد الأتراك،
ماذا كانت المكافأة؟ كانت المكافأة سايكس بيكو اللي هي قسمت المنطقة وجزأتها ووضعها هذه المنطقة تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي، واستمر الحال على الآن. هناك بعد 100 عام إعادة صياغة لسايكس بيكو 2. يعني سايكس بيكو 1 كانت هي من الدولتين المستعمرين، كانت فرنسا وأمريكا، فرنسا وبريطانيا. الآن فرنسا وبريطانيا لم يعودا القوى العظمى في المنطقة، من حل مكانهما؟ روسيا وأمريكا. الآن هناك كيري وهناك لافروف بدل سايكس وبدل بيكو. هؤلاء الآن في تفاهم روسي أمريكي على المنطقة العربية، نفس التفاهم الذي كان بين اللي هو فرنسا وبريطانيا. هذه مسألة كثير 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 مهمة. يعني سايكس بيكو الأولى يعني التي نترحم عليها حاليا خلقت دول، لكن سايكس بيكو الثانية ستخلق كيانات، ستخلق تفتيت، وممنوع أن تكون هناك هوية موحدة. يعني هذه المشكلة الأساسية التي نواجهها، وهذه هي المشكلة التي ستأتينا في المرحلة المقبلة. الآن قالوا الأولوية هي اللي هو القضاء على الإرهاب. طيب بعد القضاء على الإرهاب ماذا سيكون؟ اللي هو الكيانات أو الجيوب الطائفية والجيوب العرقية في كل دول المنطقة. يعني هذا هو المصير للأسف اللي احنا يعني نتوقع أن يكون. النقطة الأخرى يعني يريدون إصلاح الخطأ الذي حدث في اتفاقيات سايكس بيكو. ما هو هذا الخطأ؟ في اللي هو معاهدة سيفير اللي جاءت بعد سايكس بيكو عام 1920 كانت تعني قيام دولة كردية، يعني تصير انه الاكراد يعني كمان كعرق، لانه كان التقسيم على اساس عرقي في سايكس بيكو الاولى عرب واتراك، وارادوا ان يكون ايضا اكراد. لكن كمال اتاتورك استطاع ان يغير هذه المعاهده، معاهده سيفير، وان يوقع معاهده اخرى اسمها معاهده لوزان عام 1923 بمعنى اسقاط اللي هو حق الاكراد في الدوله او في كيان لهم او في وطن قومي هوملاند في المناطق الكرديه في سوريا وفي العراق وفي تركيا. الان هناك محاوله لتصحيح هذا الامر. الان اذا لاحظتم ان الولايات المتحده الامريكيه وروسيا يعتمدوا اعتمادا أساسيا على القوى الكردية. يعني الجيش الديمقراطي السوري هو الذي الآن يقاتل من أجل اللي هي السيطرة على الرقة. تجد كمان أيضا البشمركة العراقية الآن لها في الكردستاني لها دور كبير في معركة استعادة الموصل. أيضا الوحدات الحماية الكردية في حلب هي التي الآن تتقدم نحو منبج، وهي التي تتقدم نحو إعزاز للسيطرة على الحدود التركية السورية الشمالية الغربية، واللي هو تكريس الكيان الكردي على طول الحدود السورية الشمالية والحدود التركية الجنوبية. هذه هي اللي يريدونه لنا في هذا المشكلة. طيب قد يسأل سائل أين قضية فلسطين من كل ذلك؟ ماذا سيحدث لقضية فلسطين مثلا؟ قضية فلسطين للأسف كل هذا يجري حاليا من أجل اللي هو فك الارتباط بين العرب والمسلمين وقضية فلسطين. يعني تذكروا ذلك أنه الآن هم يعني لا يريدوا من إسرائيل أن تكون عدوا. الآن التطبيع السري يعني يسير على قدم وساق بين دول خليجية وبين اللي هو إسرائيل. يعني الآن يعني خلقوا من إيران هذا الخطر الكبير من أجل أن يبرروا التحالف العربي أو من جزء من العرب مع إسرائيل تحت ذريعة أن إسرائيل ستحميهم من إيران. إسرائيل لن تحمي دول الخليج من إيران على الإطلاق. وإذا افترضنا أن إيران هي الخطر، يعني أنا لا أعرف يعني لماذا تعتبر دول الخليج إيران هي الخطر؟ طيب إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أدركت بأن أمامها خيارين، الخيار الأول أن تتحاور مع إيران، الخيار الثاني أن تحارب إيران. لما جلسوا وحسبوا حساباتهم وجدوا أن الحرب مع إيران لن تحل المشكلة، لأن الحرب في ليبيا ما حلت المشكلة، والحرب في العراق ما حلت المشكلة، بل فرقت مشاكل كثيرة. فقرروا أن يتحاوروا مع إيران وأن يتفاهموا مع إيران ونتوصلوا إلى اتفاقيات. طيب نحن ماذا عندنا حتى نحارب إيران مثلا؟ يعني لماذا لا نتحاور مع إيران؟
يعني ما العيب أن نتحاور مع إيران؟ ما فرنسا تحاورت مع بريطانيا اللي كانوا عدوين لدودين. أيضا ألمانيا وفرنسا، يعني ألمانيا احتلت فرنسا. طب وبعد ذلك يعني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ماذا فعلوا؟ حلوا المشكلة، عملوا اللي هو اتحاد الحديد والفحم، ثم طوروه إلى السوق الأوروبية المشتركة، ثم طوروه إلى الاتحاد الأوروبي من أجل أن يزيلوا هذه الخلافات وهذه الأحقاد. طب لماذا لا نفعل ذلك نحن؟ يعني طب احنا يعني زمان، طب يعني المملكة العربية السعودية من 2012 حتى الآن يعني أنفقت أكثر من 130 مليار دولار على الأسلحة. طب ماذا سنفعل في هذه الأسلحة يعني؟ طب إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حسم الحرب في العراق لمصلحتها، وهي أقوى قوة عالمية في التاريخ، حتى لم توجد قوة مثل قوة الولايات المتحدة الأمريكية، عندها 7300 رأس نووي. طيب يعني في أفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية بعد 15 عاما ما زالت يعني طالبان موجودة وما زال الأمر موجود. فيعني علينا إحنا في تقديري يعني أن نسأل يعني لماذا نعادي إيران؟ يعني هل من مصلحتنا أن نعادي إيران؟ هل من مصلحتنا نخوض حرب مع إيران؟ هل من مصلحتنا أن نخلق يعني نوع من العداء السني الشيعي في المنطقة ونستمر في حروب طائفية لسنوات قادمة، خاصة أننا على حافة الإفلاس بعد أن تراجعت أسعار النفط من 140 دولار للبرميل إلى أقل من 35 دولار للبرميل؟ هل هو هذا وقت الآن التخطيط لحروب مثلا والخوض؟ طب إحنا في اليمن الآن 1 و3 شهور في اليمن ولم يتم حسم هذه الحرب حتى الآن، رغم الفارق الكبير جدا في اللي هي موازين القوى في المنطقة. فعلينا أن نكون يعني واعيين لما يمكن أن يحدث في المنطقة. الآن يعني أرصدتنا تتآكل، بعدين الآن نطعن من الظهر. المملكة العربية السعودية 70 عاما من التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت خدمات كبيرة جدا للولايات المتحدة والغرب من خلال تخفيض أسعار النفط، واللي هو كمان المشاركة في المشروع الغربي في العراق، المشاركة في المشروع الغربي في أفغانستان، المشاركة في الحرب على ليبيا وإسقاط النظام في ليبيا. طيب يعني ماذا فعلت؟ الآن المملكة العربية السعودية متهمة بأنها تدعم الإرهاب، وجرى تمرير قانون في الكونغرس بأن يعني من حق الضحايا أو أهالي ضحايا هجمات 11 من سبتمبر أن يقاضوا المملكة العربية السعودية. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هناك 116 مليار دولار سندات أمريكية اشترتها السعودية، هذه ممنوع على المملكة العربية السعودية أن تسحب دولار واحد منها انتظارا لهذه المحاكمات. يعني أموالنا يعني تتبخر ونغرق في حروب بشكل غير عادي في اليمن وفي سوريا. طب حتى متى هذا الشيء بصير؟ طيب يعني كيف سيكون مستقبل؟ بيحكوا عن داعش الآن، يعني تخيلوا الآن أكثر من 80 دولة تحارب داعش. من هي داعش هذه؟ يعني هذه داعش يعني هل هي بهذه القدر من القوة مثلا؟ ومن الذي خلق داعش؟ يعني أنا أستغرب وأنا عامل كتاب عن داعش يعني وصدر بعدة لغات، يعني إنه هذه يعني العراق لم يعرف التطرف الإسلامي على الإطلاق في تاريخه. الآن كيف جاءت؟ جاءت بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق، بسبب المحاصصة الطائفية التي أدخلها بول بريمر وعندما أسس مجلس الحكم في العراق. هذه المشكلة، إنه أنت لما تيجي تقذف في 1,000,000 جندي وضابط وجنرال في الشارع تحت عنوان اللي هي ديباثيفيكيشن واجتثاث البعث، وعندما أيضا حرس جمهوري تفكك وتقذف بالناس في الشارع، ماذا تتوقع؟ تتوقع من هؤلاء الناس أن يسكتوا؟ من هنا بدأت اللي هي هذا التطرف. الآن هناك قوتين عظميين، هناك 3 اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، هناك أيضا قوى إقليمية إيران والسعودية المملكة العربية السعودية وتركيا. كل هذه الدول بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأكثر من 60 دولة. طيب يعني لماذا هذا كله؟ يعني ما الهدف من وراء ذلك؟ أنا في تقديري يعني إنه ممكن القضاء على داعش، بس هو المبالغة، لأنه بدهم يضعوا يدهم على المنطقة، بدهم يسيطروا على المنطقة ويفرضوا اللي هي سايكس بيكو 2 على المنطقة بحجة اللي هي محاربة الإرهاب ومحاربة داعش. هذه الخطورة اللي احنا بنواجهها في المنطقة. طيب المستقبل كيف سيكون؟ يعني حتى نختتم أو نختصر بهذه، يعني أنا أقول المستقبل حقيقة يعني مؤلم بكل معنى الكلمة. لما أقول يعني إنه إحنا للأسف لا نتعلم من الدروس اللي مرينا فيها. يعني نظل حقيقة نحن مثل التلميذ الغبي،
لا نتعلم مطلقا، لا نتعلم من الأخطاء، لا نتعلم من الطعنات التي يطعننا الغرب باستمرار، لا نجلس مع بعضنا البعض ونفكر. يا أخوانا، أنا عايش في بريطانيا منذ 40 عاما في الغرب. الغرب لا يوجد رد فعل. الغرب يكون يخطط لكل شيء قبل 5 سنوات وأحيانا قبل 10 سنوات، وتكون هناك مراكز بحث وعقول اللي هو think tanks هي التي تخطط وهي التي ترسم الخطط من أجل اللي هو تطبيقها. ونحن الضحايا في كل هذه الحروب وكل هذه المشاكل. الاعتماد كله هو أنه إحنا يجب على الإعلام أن نتحرك كإعلاميين على وجه التحديد، أن يتحرك الشباب وأن نعزز قيم التعايش. يعني يجب أنه إحنا نركز أنه يعني يجب أن نتوافق. يا أخي طب ما في الكاثوليك والبروتستانت عايشين مع بعض. يا أخي في الأوروبيين حاربوا بعض مئات السنين، الآن تصالحوا وعملوا دولة اللي هي الاتحاد الأوروبي. نفس الشيء الأمريكان، كل شعوب الأرض من في أبيض وأصفر وأخضر وأحمر ويتعايشين مع بعضهم البعض. طب لماذا لا نتعايش إحنا مع بعضنا البعض؟ يعني لماذا إحنا يعني نقسم بلداننا على أسس الهوية العرقية أو الهوية الطائفية؟ هذه المشكلة اللي إحنا نواجهها. يعني إذا ما صار في يعني شيء صحوة شبابية وصحوة إعلامية وصحوة سياسية وتركيز على قيم التعايش مرة أخرى، أن نبحث عما يوحدنا وأن نبتعد عما يفرقنا. يعني ربما يكون هذا كلام إنشائي، بس هذه هي الحقيقة. يعني هذا هو الأساس. وأن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، أن تكون هناك مشاركة في السلطة، أن يكون هناك احترام للآخر، أن يكون هناك استماع للرأي الآخر. يعني أنا مرة سألوني، يعني قالوا لي يعني متى ستعود من غربتك وتعود إلى الوطن العربي؟ قلت لهم يعني طيب أنا مستعد أروح بكرة، بس من يتحمل صدور جريدتي في دولة عربية؟ يعني وريني دولة عربية ممكن أن تتقبل أني أنا أصدر جريدة بالحرية التي أصدرها مثلا في لندن. النقطة الثانية، قلت لهم أعطوني قضاء عادل مستقل في أي دولة، أن يتساوى الجميع أمام هذا القضاء، والله العظيم سأعود غدا. يعني يكون هناك قضاء عادل، ما في تمييز بين يعني فلان اللي هو من طبقة وعلان اللي هو من فقير معدم أو ما شابه ذلك. وأن يعني عندما يكون هناك قضاء عادل وقضاء مستقل يتساوى أمام الجميع، فهذه هي الطريقة الأقصر لمحاربة الفساد، محاربة التمييز، محاربة الطائفية، أن يتساوى الجميع أمام القانون. فإحنا هذه القيم يجب أن نعود، بدأنا فيها في الثورات العربية، وللأسف يعني كانت هذه الثورات بلا قيادات حقيقية وبلا وعي حقيقي وبلا اللي هو يعني خبرة حقيقية لإدارة الدولة. طيب غيرنا أنظمة الحكم ولم نقدم البديل للشعوب العربية. ما في ثورة قدمت البديل للشعوب العربية اللي هو البديل الديمقراطي والبديل الحر والبديل الحريات وبديل القضاء وبديل كل هذه الأشياء لم تقدمها على الإطلاق. طبعا أنا بعتذر جدا لأني قدمت لكم صورة تشاؤمية عن الوضع في المنطقة العربية، لكن للأسف هذه هي الحقيقة. للأسف يعني الصورة قاتمة جدا. طبعا يعني حمى الله المغرب وحمى الله كل الدول التي استطاعت أن تتجنب كل هذه الأضرار التي لحقت بالمنطقة العربية. لكن نحن نأمل بأن تأتي هذه الصحوة وأن تغير أو على الأقل تقلص الأخطار التي نواجهها. شكرا لكم وشكرا على استماعكم، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. حمى الله المغرب وحفظ الله الأستاذ عبد الباري عطوان على هذه المداخلة الرائعة. والآن سنمر مباشرة إلى مداخلة القاعة الحاضرة، وسيكون معنا أيضا بعض المداخلات أو بعض أسئلة مباشرة على الفيسبوك إن كانت هناك أسئلة، لأن الناس يتابعوننا أيضا على الفيسبوك. سنوزع التدخلات. أسماء، نعم. عبد الله الزين. مصطفى.
أستاذ الركراكي. إلى السطي. خالد. خامسا خالد. سادسا رشيد الصباحي. نعم اسم ليلى. حبيبي مبروك. سعود. نعم غسان أبو صالح. عاشرا غسان أبو صالح. 11 عبد الله مصلوحي. عبد الخالق الموساوي. إذا 11 السوي حمان. إذا سنكتفي بهذا القدر. هل هناك أسئلة وردت على الفيسبوك؟ إذا ليس هناك أي سؤال ننتظر ربما مشاركات. بالنسبة للوقت عندي هنا 12 تدخل، بمعنى دقيقتين لكل تدخل على أكثر تقدير. إذن التدخل رقم 1 هو عبد الله الزين صديقنا من موريتانيا. أولا شكرا جزيلا لمركز إسبريس للدراسات والإعلام على أن أتاح لنا هذه الفرصة لكي نحظى بجلسة أو استماع أو الإنصات إلى الأستاذ الكبير عبد الباري عطوان، وشكرا شخصيا صديقي نور الدين. بما أننا في المغرب، وكما قال ختم الأستاذ حمى الله المغرب لأنها استثناء ونموذج، سأعرج على مقولة قالها العالم المستقبليات المغربي المهدي منجرة، قال أن ما حدث في سوريا هو مسرحية جنائزية يقودها قائد أوركسترا عظيم سماها بالولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة بعض أطفال الكورس. هنا سؤال موجه كي لا أطيل، ما هي الرؤية التي ترون أستاذ عبد الباري في حلحلة الأزمة السورية بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن تمنيات؟ نحن نريد بما أنكم لديكم الكثير لتقدموا ولتقولوا في هذه المسألة، نريد منكم أن تطلعونا على ما هي يعني المسارات أو المآلات التي ستؤول إليها الأزمة السورية. وشكرا. شكرا عبد الله. التدخل رقم 2 مصطفى الحسناوي. السلام عليكم ورحمة الله. مصطفى الحسناوي صحفي ومعتقل رأي سابق، خرجت قبل شهر فقط بعد مدة 3 سنوات من السجن. أود بداية أن أتقدم بالشكر للزميل نور الدين الشهاب والمركز إسبريس للدراسات والإعلام، كذلك الأستاذ الكبير عبد الباري عطوان ولمنبره السابق القدس العربي التي واكبت قضيتي في بدايتها. مداخلتي حول أثناء مداخلتك أستاذ عبد الباري عطوان بدت لي بعض النقاط كأنها يعني تحمل في طياتها تناقضات. أتمنى أن تكون تناقضات في فهمي وفي ذهني فقط، وهي قولك أن الغرب خلق من إيران العدو الأول والخطر الأكبر. والمعلوم أنه في أدبيات السلفية الجهادية عموما أو في التيار الوهابي أن الشيعة هم الخطر الأول وهم العدو الأكبر. أشرت لذلك في كتابك الدولة الإسلامية الكتاب الأخير حين تحدثت عن الوهابية وعن الدولة السعودية الأولى وعن قيام محمد عبد الوهاب بالتحالف مع ابن سعود بقتل آلاف الشيعة. فالأمر يعني قديم وموجود في تاريخنا وفي ثقافتنا وفي عقيدتنا. ما بدا لي تناقضا أيضا قولك أن العراق لم يعرف التطرف الإسلامي في تاريخه.
والناظر والمتفحص والباحث والمتتبع والدارس لتاريخنا الإسلامي يجد أن العراق خاصة في الفترة العباسية عرفت ما تعرفه الآن منطقة العراق والشام من قتل وقطع للرؤوس وثورات وحالة من الفوضى العارمة ولا استقرار، وهذا معروف في تاريخنا وفي كتب التاريخ وأمهات التاريخ الإسلامي. نقطة أخرى أيضا، قولك أنه من الممكن القضاء على داعش لكن الغرب لا يريد ذلك، وهذا متناقض مع ما جاء في كتابك حين تطرقت إلى أن عوامل بقاء واستمرار الدولة الإسلامية بين قوسين هي أكثر من عوامل اندثارها وانتهائها أو نهايتها. عفوا. نقطة أخيرة لكي لا أطيل. قلت أن الغرب كأنه غض الطرف عن قيام حراك أو ثورات في بعض البلدان، وحين أراد تقسيم بعض البلدان غض الطرف عن قيام تلك الثورات أو ساهم في إنجاحها أو دفع باتجاه أن تقوم ثورات. لكن الذي يعني لا يفهم أو يثير التساؤل، كيف للغرب الذي كان يرتبط بعلاقات وطيدة مع مصر مثلا ومع تونس أيضا أن يدفع باتجاه تقسيمها، وهي دولتان حليفتان استراتيجيتان للغرب. معروف أن العلاقة الوطيدة بين مصر وأمريكا وفرنسا وتونس. شكرا أستاذ مصطفى. رقم 3 الأستاذ ركراكي. شكرا أخ نور الدين. أريد أن أتوجه إلى الأستاذ عبد الباري عطوان. نحن من الذين تتلمذنا على القدس العربي وعلى فكرة عبد الباري عطوان في مرحلة. ألا ترون بأن عبد الباري عطوان في هذه المرحلة يتحامل جدا على الثورات العربية، وعلى ألم يتم التآمر على الثورات العربية، أن كان هناك استراتيجية لإفشال هذه الثورات وإظهارها على أنها يعني أحسن، الوضع السابق كان أحسن من هذه الثورات. هذا الأول. ثانيا، أن من خلال القراءة الآن في ما يكتبه عبد الباري عطوان في الموقع الرأي اليوم، وهو أنه هناك تحامل شيء ما على الأنظمة العربية التقليدية تجاه النظام السوري واتجاه نظام إيران. نحن نتحدث عن تطرف سني، أليس هناك تطرف شيعي؟ ألم يأتي تطرف من إيران بعد إسقاط النظام وإسقاط ووضع إيران، وضع العراق تحت السلطة الشيعية، وبدأ تقسيم الطائفة التي تحدث عنها. كذلك من هذا الجانب، والنظام السوري لم يتجاوب مع الثورة في سوريا. لا يمكن أن نقول ببساطة بأنه كانت هناك مؤامرة لتفكيك النظام السوري. النظام السوري نظام ديكتاتوري دموي طائفي يحكم منذ انقلاب الأسد الأب ومنذ البعث، ولم تكن ديمقراطية بالمطلق. فهذا هو الوضع الآن. فنلاحظ ابن باري عطوان يدافع عن هذا المعسكر في كل كتابته، بعدما كان يدافع في وجهة نظري الخاصة يدافع عن مبدأ الحق في الوطن العربي وعن مبدأ الظلم المتسرب من الأنظمة العربية. وشكرا. شكرا أستاذ الركراكي. رقم 3 الأستاذ رقم 4 خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للإخوان في مركز هسبرس لدراسة الإعلام. مرحبا بك الأستاذ عبد الباري في المغرب. باختصار شديد، تحدثت عن قضية إيران أو يعني توجيه للعداء نحو إيران. السؤال: ماذا تفعل إيران في سوريا؟ وماذا يفعل حزب الله في سوريا؟ هذا سؤال. يعني هل العداء لإيران ربما هناك أسباب. سؤال ثاني: بنظركم مستقبل التحالفات أو التحالف العربي مستقبلا، هل في اتجاه أمريكا أم روسيا؟ مجموع الحالات كاين قطبين، يعني فين نمشيو؟ إلى أين؟ ثم بغينا نعرف رأيكم أستاذ عبد الباري فيما يخص بعض الآراء والقراءات التي تقول أن الإسلاميين سطوا بين قوسين على الثورات العربية في دول مصر، تونس، المغرب، ليبيا، لأن هذه البلدان التي شهدت انتخابات بعد الربيع العربي أو الربيع الديمقراطي التيار الإسلامي هو الذي فاز فيها. هل فعلا تم السطو على هذا الأمر؟
ثم قراءتكم للوضع في مصر. شهدت انتخابات ديمقراطية، انتخابات نزيهة تشريعية رئاسية، ثم جاء حاليا تعيش وضعا مأساويا بسبب الانقلاب العسكري. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ خالد. تدخل رقم 5 خالد. سؤالي حول القضية الفلسطينية. يعني الملاحظ أنه منذ أن بدأت الثورات العربية أو ما يسمى بالربيع أو الحراك الديمقراطي أو الربيع العربي، نلاحظ غياب خصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة في قصصات الأنباء وفي الأخبار وفي الجرائد، نلاحظ غياب الأخبار عن القضية الفلسطينية. هل هذا التغييب أو هذا الغياب كان مبرمجا ضمن هذا المخطط الذي تكلمتم عنه أستاذ قبل قليل، أو أنه فرصة أتت هكذا وأتاحت الفرصة لإسرائيل والدول المعادية للقضية الفلسطينية في إطار هذا الحراك العربي؟ شكرا أستاذ خالد. ونقترح أن يجيب الأستاذ عبد الباري عطوان على هذه الأسئلة وبعد ذلك نواصل. وقبلها أستاذ عبد الباري عطوان، هناك أسئلة الذين يتابعوننا الآن مباشرة عبر الفيسبوك. السؤال الأول: هل وصل الربيع العربي إلى النفق المسدود؟ هل الإطاحة بصدام حسين كانت بداية للتدهور العربي المشهود؟ هل هناك مخططات للغرب وللولايات المتحدة تحديدا لتفتيت دول شمال إفريقيا بعد تمزيق الشرق الأوسط؟ سؤال هذا عادة ما يطرحه المغاربة. ما هو رأيك في قضية الصحراء ومدى تورط الجزائر فيها؟ سنورطك في الجواب. والله بلاش الفيسبوك. الله أولا أبدأ بالأستاذ الزين. يعني إلى الأزمة السورية إلى أين؟ يعني حقيقة اسمحوا لي أن أقول بأن الأزمة السورية لم تعد في يد العرب. الأزمة السورية أصبحت الآن في يد قوتين عظميين هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح الدور العربي في هذه الأزمة هامشيا جدا. يعني المفاوضات السلام انهارت، الآن الحل العسكري الروسي الأمريكي هو السائد. هناك قوات خاصة أمريكية في سوريا وفي العراق، وهي التي تقاتل وهي التي تفرض الأجندات. ومثل ما قلت جرى الاستعانة بالأكراد وليس بالعرب من أجل اللي هو فرض المخطط الروسي الأمريكي في سوريا. يعني حتى أعتقد حتى النظام السوري نفسه لم يعد له السيادة أو القرار المستقل الذي يمكن من خلاله أن يفرض إرادته على سوريا أو على الدول العظمى. فهذه هي الحقيقة المرة التي يجب أن نعترف بها. طيب، كيف سيكون الحل؟ أنا في تقديري هناك شيء غير معلن، يعني متفاق بين روسيا وأمريكا على تقسيم سوريا. الأولوية الآن بالدرجة الأولى هي القضاء على ما يسمى بالإرهاب، وبالدرجة الأولى على جبهة النصرة وعلى الدولة الإسلامية. هذا شيء. بعد ذلك سيهدأ الغبار ويتضح هذا المخطط الروسي الأمريكي، وهو سيكون تقسيمي لسوريا. والمشروع الدستور السوري الذي قيل أن مركز كارتر هو الذي أصدره، هذا المشروع هو بداية لملامح هذا المخطط، وهو اللي هو تقسيم سوريا وإقامة كانتونات أو جيوب سورية تحت عنوان الفيدرالية. هذه تقديري. بالنسبة للأستاذ مصطفى الحناوي، الحمد لله على سلامتك من أو خروجك من المعتقل، وأنا يشرفني
أن تكون القدس العربي على أيامي على الأقل يعني وقفت معك ومع قضيتك، فهذا يشرفني. ويعني الحمد لله وقفنا مع كل المعتقلين أو الغالبية الساحقة أو من وصل إلينا قضيتهم، ولم نتردد مطلقا في أن نكون معكم وأن نعبر عن يعني وضعكم وأن نتعاطف مع قضيتكم. بالنسبة يعني في أشياء حقيقة تفضلت فيها يعني أنت قلت أنه أنا أعتقد بأن الغرب لا يريد القضاء على داعش. لا بالعكس، يعني أنا يعني كتابي موجود اللي هو عن الدولة الإسلامية، معي نسخة منه وشكرا. وهذه الطبعة العربية طبعا هو الأساس طلع باللغة الإنجليزية. فلا أنا قلت يعني أنه هذه المحاضرة ليست عن الدولة الإسلامية، وكنت أتمنى لأنه عندي كثير ما أقوله. لا الغرب فوجئ بالدولة الإسلامية. الغرب حقيقة هذه الدولة يعني خربطت كل معادلاته في المنطقة، ولذلك يعني عندما أقول حتى الغرب والشرق، وهو فوجئ بقوتها. انه في يعني الناس لما بيحكي عن الدولة الإسلامية، وبالمناسبة كثيرون يعني يلومونني بل يهاجمونني لأني أستخدم تعبير الدولة الإسلامية، يريدونني أستخدم تعبير داعش. ويعني هي يعني وين ذانك، يعني هذا هي يعني بمعنى طب هي داعش ما هي الدولة الإسلامية في الشام والعراق. طب لماذا الدولة الإسلامية؟ وممنوع أن نقول دولة إسلامية، وهناك جيش الإسلام وهناك الجبهة الإسلامية وهناك يعني قائمة طويلة. فطبعا لا أنا أقول أنه الغرب فوجئ. يا إخوان هذه الدولة الإسلامية عمرها عامين فقط، يعني أعلنت ليس رمضان قبل الماضي من المجلس النوري الكبير في البوصل. يعني بسمع دولة إسلامية ويشوف هذه القوى أكثر من 60 دولة يعني تحاربها، بيعتقد أنه صار عمرها 30 أو 50 سنة أو 100 سنة. لا، عمرها سنتين فقط. لا أنا لا أقول الغرب لا يريد هزيمتها، الغرب فوجئ بها وفوجئ بقوتها، واعترف بأنه بطريقة أو بأخرى هو الذي كان خلفها. السؤال الثاني اللي تفضلت فيه، لا أنا يعني عندما قلت أنه العراق لم يعرف التطرف الإسلامي، وأنت تعرف في الكتاب عندي فصل لأصول التوحش، وتحدثت عن العنف في التاريخ الإسلامي، وأيضا يعني تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ذلك، لأن كنت صريحا أكثر من اللازم لما تحدثت عن فصل التوحش اللي هي إدارة التوحش، وحللت اللي هو الناجي أبو بكر الناجي اللي هو عن لكن أنا لا كنت أقصد، وأنا أعتذر على سوء الفهم، أقصد يعني العراق الحديث، يعني في التاريخ الحديث 100 عام على الأقل، يعني ما كان في موجود هذا التطرف الإسلامي. طبعا اللي هو الحكم البعث قضى على أي محاولة إسلامية، قضى على أي وجود للإخوان المسلمين في العراق. السؤال الثالث اللي هو تفضلت فيه إنه أنا يعني بتحامل جدا على الثورات العربية. لا والله أنا لا أتحامل على الثورات العربية على الإطلاق. الأستاذ طبعا تفضل فيه، والله أنا كنت من المبشرين بهذه الثورات ومن العاملين من أجلها. أنا ما قلت وما أقول هو يعني أن هذه الثورات خطفت من الغرب على وجه التحديد، ووظفت في مصالح غربية لتفتيت الأمة العربية. يعني العيب ليس في الثورات. الثورات من قاموا بهذه الثورات ومن استشهدوا في سبيلها كانت نواياهم طيبة، وكانت أهدافهم طيبة، وكان الأمر يستحق. يعني المنطقة العربية وصلت من العفن لدرجة أنه لا بد من التغيير. لكن هذا التغيير للأسف من تغيير أنظمة ديكتاتورية قمعية إلى تغيير دول، إلى تغيير حدود، إلى تدمير هيكلية الدولة. يعني حتى الدولة القطرية اللي احنا كنا نعارضها لمصلحة الدولة الأوسع، القومية الأوسع الموحدة، يعني هذه الدولة الآن هي تتعرض للتفتيت. وهذا ليس ذنب الثورات العربية، بل ذنب من أرادوا يعني استغلالها. بعدين هناك أيضا اللي هو طيب أليس هناك تطرفا شيوعيا وبدء التقسيم الطائفي؟ يا اخوان انا لست طائفيا ولن اكون طائفيا. يعني حقيقة لاني اعتبر انه هذا الخطر الطائفي، هذا التقسيم الطائفي من الذي ادخل التقسيم الطائفي الى المنطقة؟ من الذي ادخل التقسيم الطائفي الى العراق؟
يعني التقسيم اللي أدخله بول بريمر أول حاكم أمريكي للعراق، وكان مستشاره الأخضر الإبراهيمي، وأنا واجهت الأخضر الإبراهيمي، التقيت أنا معه في ندوة في ويندهوك في إفريقيا، وقلت له أنت المسؤول عن التقسيم، عن المحاصصة الطائفية التي بدأت في العراق والآن يريد تطبيقها في المنطقة. قال واعتذر وقال أنا أعتذر، نعم أنا أخطأت. فأنا يعني أنا ضد، لأني أعرف يعني نحن لا نريد أن نغرق في حرب طائفية لعقود قادمة. يعني احنا يعني طبعا يجب ان تكون هناك متطرفون في الجانبين، في الجانب السني وفي الجانب الشيعي ايضا، انا لا انكر ذلك على الاطلاق، لكن كيف نخرج من هذه الورطه؟ لازم بالتعايش وبان نتحاور. يعني لماذا احنا نتحاور مع اليهود، نتحاور مع المسيحيين، نتحاور مع كل طوب الارض؟ طب لماذا لا نتحاور فيما بيننا كمسلمين ونعزز نقاط الالتقاء ونحاول ان نقلص نقاط الخلاف؟ بعدين في انه النظام السوري لم يتجاوب مع الثوره، نعم. يعني انا بالمناسبه يعني كنت من اشد المعارضين للنظام السوري قبل الثورات العربيه، وانا تعرضت للتهديد من النظام السوري بالقتل ومن آصف شوكت ومن بهجة سليمان، وجريدتي القدس العربي حجبت في سوريا ومنعت كنسخه ورقيه، ثم حجبت كموقع الكتروني. فيعني كنت دائما انتقد انتهاكات النظام السوري لحقوق الانسان وتعذيبه، وهذا موجود وموثق. ويعني ان شاء الله ساكتب كتابا، يعني اذا بس عندي كتاب جديد الان، للاسف الاستاذ نور الدين خطف يعني جوهر كتابي الجديد، لكن يعني الله يسامحه. فيعني لا، النظام السوري لم يتجاوب، لكن حتى انا عندي توصلت الى قناعه الان حتى لو تجاوب يعني أعتقد أن كانت هناك خطة ضد سوريا وليس ضد النظام، ضد سوريا لتفتيت سوريا. ممنوع أن تكون سوريا قوية لمصلحة اللي هو هذا التفتيت لمصلحة إسرائيل. في الأستاذ خالد قال ماذا تفعل إيران في سوريا؟ ماذا يفعل حزب الله في سوريا؟ إيران طبعا تتدخل في سوريا، وإيران تقتل من الشعب السوري، وأيضا حزب الله يقتل من الشعب السوري، يعني ما في شك في ذلك. بس كمان أيضا يعني كمان اللي هو المملكة العربية السعودية تقتل في الشعب السوري، وأيضا قطر تقتل في الشعب السوري، وأيضا تركيا تدعم جهة في ضد جهة أخرى. أنا في تقديري كل الشعب السوري هو شعبي، أنا مع كل الشعب السوري، من هو مع النظام ومن هو ضد النظام. ربما يعني الجانبين أنا في تقديري أو الجانبان هم ضحايا، وهم يعني هذا شقيقي وهذا شقيقي أيضا، هذا عربي وهذا عربي أيضا، هذا مسلم وهذا مسلم أيضا. فيعني ماذا أفعل؟ يعني انحاز إلى جانب ضد جانب؟ يعني هنا يعني أنا شخصيا يعني كإنسان غير طائفي يعني أجد من الصعوبة يعني أنه أنا أتشفى في جانب وأنحاز لجانب، وهم كلهم ضحايا. كل الشعب السوري في تقديري ضحايا. طبعا هناك ضحايا أكبر، هناك ناس يقصفون بالبراميل، هناك ناس يقتلون، هناك غارات، هناك روسيا، هناك أمريكا، هناك الآن الحشد الشعبي، كلها الآسف اللي هي قوات الحماية الشعبية الكردية، كل هذا أنا أعرف فيه. فأنا لا أنحاز، لكن يعني أنا شخصيا مع الشعب السوري، وأريد خلاصا من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن. وأنا في تقديري في النهاية التفاهمات الأمريكية الروسية لن تبقي الوضع على ما هو حاليا في سوريا، وإن شاء الله نلتقي وأذكركم بذلك. يعني ما يطبخ مختلف كليا عما هو معلن الآن، فقط يعني هو الهدف هو القضاء على الدولة الإسلامية. وأنا أضيف بس إذا يسمح لي الأستاذ نور الدين شيء، أنا في تقديري الدولة الإسلامية لن تختفي. الدولة الإسلامية يعني من الصعب جدا زوالها. القاعدة من 20 عاما وما زالت القاعدة موجودة، وعندها تمثلها جبهة النصرة في سوريا، والآن عندها فرع قوي في شمال أفريقيا، وعندها وضع قوي، وعندهم فرع قوي جدا في اليمن. الدولة الإسلامية الآن يعني عندها ولايات أو فروع في أكثر من 20 دولة، وأنا في تقديري حتى القضاء عليها في الرقة وفي دير الزور وفي الموصل وفي الفلوجة
وفي إعزاز وفي منبج، حتى القضاء عليها في هذا ربما يكون لمصلحتها على المدى البعيد، بمعنى أنه ستتخلص من إدارة حوالي 9 ملايين مواطن تحتها، تقدم لهم ماء وكهرباء وتعليم وصحة يعني ربما أنه يعني سيعفوهم من هذه المسؤولية في ظل الهجمة الكبيرة عليها، وستتوجه داعش أو الدولة الإسلامية إلى تحت الأرض، وتحت الأرض سيكون خطرها أكبر بكثير مما هي عليه فوق الأرض. ثم أنها إذا اختفت من سوريا ومن العراق، وهذا مستحيل أو يعني شبه مستحيل، فإنها ستتواجد في ليبيا، ستتواجد في ربما في منطقة الساحل، بوكو حرام، تتواجد في الصومال، تتواجد في عدن الآن في اليمن. يعني ليس من السهل القضاء عليها، هي مثل اللي هو التنين الأسطوري، تقطع رأس فتنبت 4 رؤوس أو أكثر. فهذا بالنسبة يعني هذا خروج عن النص، لكن كان لابد أن أقوله. طبعا الإسلاميون سطوا على الثورات العربية. يا أستاذ خالد، أنا لم أقل إطلاقا أن الإسلاميين سطوا على الثورات العربية، بالعكس الإسلاميون كانوا هم القوى المنظمة الوحيدة في الدول العربية أثناء ثورات الربيع العربي، ووصلوا إلى الحكم سواء في المغرب هنا أو وصلوا إلى الحكم في مصر من خلال صناديق الاقتراع، وفي انتخابات حرة نزيهة أشاد الجميع بحريتها ونزاهتها. وأنا شخصيا قبل الانقلاب العسكري في مصر، وأكرر الانقلاب العسكري في مصر، وأنا ممنوع من دخول مصر لأني استخدمت كلمة الانقلاب في BBC بالإنجليزي وبالعربي وفي محطات أخرى، وأنا يعني لا أستطيع أن يعني أزيف التاريخ. على أي حال، أنا قبلها بشهر التقيت الرئيس محمد مرسي في قصر الاتحادية في مصر لمدة ساعة كاملة بالضبط، كانت في 4 يونيو 2013. والله يعني الرجل كان يعني صادقا فيما يقول وعنده طموحات، لكن يمكن تنقصه الخبرة، وهذا لازم أن نعترف بذلك. يعني تنقصه القدرة على إدارة دولة فيها 90 مليون في مصر، دولة فيها ثورة مضادة، دولة محورية في المنطقة العربية، ودولة فيها الجيش هو عماد الأساسي فيها، هو الذي يقرر. يعني زي تركيا، من الذي يقرر؟ من الذي يحفظ تركيا؟ هو الجيش في تركيا. إذا حس أن هناك خروج عن النص تجد يتحرك. في نفس الشيء في مصر، عندما يكون هناك خروج عن النص يتحرك. والذين أطاحوا بالرئيس حسني مبارك ليس فقط اللي هي ميدان التحرير، وإنما أيضا المؤسسة العسكرية المصرية هي التي قالت لحسني مبارك مع السلامة، هي التي قالت لزين العابدين بن علي مع السلامة. ليبيا ما كان فيها القذافي، كان يتخوف دائما من المؤسسة العسكرية، فلذلك لم يعمل جيشا خوفا من أن ينقلب عليه. طيب الأستاذ خالد، أعتقد يعني لم تخن الذاكرة، غياب القضية الفلسطينية. للأسف يعني أنا عمري ما كنت فلسطيني، فأنا مواطن عربي مسلم، دائما أعتز بعروبتي وأعتز بإسلامي، فلم أكن أبدا مناطقيا في حياتي، ولن أكون أنا يعني الهوية الأشمل، الهوية العقيدة، هوية الأمة. لكن من المؤسف يعني وكان لافتا أن القضية الفلسطينية غابت عن ثورات الربيع العربي حقيقة، أو غيبت عن ثورات الربيع العربي، وجرى التركيز فقط على اللي هو المشاكل الداخلية وعلى التغيير الداخلي. وهذا في تقديري من عيوب هذه الثورات العربية، لأن القضية الفلسطينية هي مثل الإسمنت، هي التي يقوي هذا البناء ويقوي. لكن ربما جرت عملية مهادنة، هل هي مقصودة أو هي غير مقصودة، اللي هو يعني الإبعاد القضية الفلسطينية عن ثورات الربيع العربي حتى تظل هذه الثورات داخلية، وهذا أمر مؤسف. يعني أنا في تقديري الشيء الوحيد أو الشيء الوحيد الذي بقي حاليا الذي يوحد الشعوب العربية هي القضية الفلسطينية. يعني كل القضايا الأخرى كانت عامل تفريق وعامل صدام، لكن القضية الفلسطينية يعني هي ما زالت ليس فقط في العالم العربي وإنما في العالم الإسلامي. لو شفتوا في حرب غزة مثلا، يعني كان العالم كله يعني تظاهر لمصلحة القضية الفلسطينية، دفاعا عن المقاومين الأبطال في قطاع غزة اللي صمدوا 55 يوما في الحرب الأخيرة ولم يرفعوا الرايات البيضاء على الإطلاق. فيعني كنت أتمنى أن تكون القضية الفلسطينية من أبرز شعارات الربيع العربي، لأنها كانت دائما هي في الطليعة. شكرا. لا في الفيسبوك صحيح.
بلاش فيها لغم الفيسبوك. بالنسبه للسؤال الاول والثاني يعني اجبت عليهم في معرض المحاضره، ولكن السؤال هل هناك مخطط من الغرب والولايات المتحده تحديدا لتفتيت دول شمال افريقيا بعد تمزيق الشرق الاوسط؟ نعم. السؤال الثاني وهو حول ما هو رايك، يطلبون رايك في قضيه الصحراء ومدى تورط الجزائر فيها. هم يريدون ان يورطونك مع الجزائر ويوقفون راي اليوم في الجزائر. ايوه بارك الله فيكم. يعني نعم، يعني وانا اقولها بكل ثقه، اقسم بالله العظيم كان هناك مخطط لتقسيم شمال افريقيا، والله كان هناك مخطط لتفتيت شمال افريقيا، والله وما زال هذا المخطط مستمرا. يعني لا يوجد سنة وشيعة في شمال افريقيا، لكن يوجد عرب وامازيغ. يعني هذه هي المشكلة. والله يا أخوان في الغرب، وأنا أعيش في الغرب، والله يعملون ليل نهار من أجل إذكاء نار الفتنة في هذا الإطار تحت مسميات عديدة. يعني هذه موجودة، ويجب أن يكون لدينا وعي كبير فيها. والحمد لله يعني الغالبية الساحقة من مواطني شمال أفريقيا من العرب والأمازيغ حتى هذه اللحظة ما زالوا متمسكين في وحدتهم الوطنية والحفاظ على استقرار بلدهم. أنا أعرف جيدا، والله أعرف جيدا، والله كانت الخطة هي بعد سوريا الجزائر. يعني وربما لا يعجب هذا الكلام البعض، والله أسسوا محطات تلفزيونية والله في لندن، والله وكانت ستؤسس محطات تلفزيونية أخرى في باريس، والله وأنا كنت على اطلاع على التفاصيل، والله من أجل تفجير ثورة في الجزائر، والله العظيم. وأنا هناك جاء هنا من يقول لي يعني نريد خبرتك، فقلت لهم لا، أنا آسف جدا، يعني لا أريد أن أكون طرفا في تفتيت أي بلد عربي حتى لو اختلفت مع هذا البلد العربي. فيستخدموا هذه الورقة، وأنا أقول من هذا المنبر ومن أمام هذا الحشد الطيب: إياكم أن تقعوا في المصيدة التي وقع فيها غيركم من العرب، لأنه والله يخططون. يعني والآن هي المخططات في ذروتها. يعني عندما تدخلوا في ليبيا، والله يا أخوان إنه أنا بالنسبة لليبيا والله كنت مع الثورة الليبية حتى تدخل حلف الناتو، وكتبت مقالات في كل الصحف أو في عدد كبير من الصحف البريطانية والأمريكية، وأقول أن تفتيت ليبيا وموجودة وموثقة، وحكيتها على التلفزيون وشتمت وخونت يعني بسبب ذلك. انه قلت انه هذه ليبيا عندما يعني اذا سقط النظام في ليبيا بسبب تدخل حلف الناتو، يعني ستحدث فوضى ودولة فاشلة في ليبيا. وفي هذه الحالة هناك 2000 كيلومتر لليبيا على البحر المتوسط، ستكون هناك هجرات غير شرعية، هذا البلد سيتفتت، يعني سيظهر هناك أكثر من يعني حوالي 40 مليون قطعة سلاح في ليبيا كانت في مخازن قذافي وأصبحت في الشارع. وهذا الفوضى في ليبيا ستطفح على الدول المحيطة اللي هو دول الجوار. بس حتى أحكي لكم قصة طريفة. قبل تقريبا يعني يمكن 8 شهور كنت ذاهب إلى تونس، جاء إلي شاب يعني وسيم وقال لي ممكن أتصور معك؟ أهلا وسهلا، تفضل. قال لي ممكن أقدم لك نفسي؟ قلت له أهلا وسهلا. طبعا كان مقعد اللي جنبي خالي فجلس جنبي. قال لي أنا ليبي وأنا حاصل على الدكتوراه في الطب من بريطانيا من الإمبيريال كوليج، وأنا كنت من أشد المعارضين لك، وأنا كنت يعني غاضب جدا عليك، وأنا الآن مدير المستشفى العام في بنغازي. قال لي قبل الثورة الليبية لما كنت تظهر على التلفزيون كانت والدتي تذهب إلى التلفزيون وتقبل التلفزيون. هذا قبل الثورة الليبية. بعد الثورة الليبية لأنك عرضت حلف الناتو وتدخله في ليبيا كانت تقول أمي أغلقوا التلفزيون، لا أريد أن أرى هذا الوجه القبيح.
قال لي أقسم بالله العظيم الآن لو ذهبت إلى ليبيا يا عبد الباري عطوان والله لن تنام في أوتيل، ولا في بنغازي بالذات اللي هي موئل الثورة، والله سيضعوك الناس في قلوبهم، والله لن تتناول يعني حتى فنجان قهوة في مطعم أو في مقهى. الآن في صحوة في ليبيا، وشفتوا صار في ليبيا. ليبيا الآن يعني نص الشعب الليبي في تونس وفي مصر. المشكلة الأساسية هي أنه لم يسمحوا بتقديم البديل. أمريكا إذا لاحظتم دائما عندها الخطة ألف، وهي التغيير والتفتيت والذبح والقتل، ولا يوجد عندها الخطة باء، وهي البناء وخلق البديل الديمقراطي والجيد. هذه هي المشكلة، لأنه هدفهم هو الدول العربية وليس شيء آخر. شكرا لكم. شكرا. سنواصل بعد 8 دقائق. سينقطع البث على الفيسبوك مباشرة بعد 8 دقائق. سنواصل. تدخل رقم 6 هو رشيد الصباحي، أستاذنا رشيد الصباحي. مساء الخير، رمضان كريم. وفي البدء شكرا لمؤسسة إسبريس على هذه الفرصة الثمينة التي أتاحت لنا للالتقاء من جديد مع صديقنا الإعلامي الكبير أستاذنا أستاذ عبد الباري عطوان. وأنا شخصيا أعتبر أن هذا اللقاء هو فرصة لاستعادة ذكريات زمن جميل، حين كانت تتاح لنا الفرصة للالتقاء مطولا مع أخينا عطوان في سنوات الثمانينات، حيث كانت زيارته متكررة للمغرب، وكنا نسعد بهذه الزيارات، كنا نقضيها جميعا في أجواء عائلية كما يمكن أن يتذكر الأستاذ عطوان. في ذلك الوقت كنا دائما نحس أن الأستاذ عبد الباري عطوان له رؤية مستقبلية، حتى ما نشهده اليوم كانت له فيه وجهات نظر كنا نحاوره دائما، حتى بشكل تلقائي بعيد عن أضواء الصحافة ومجالاتها، وكنا نسمع منه مجموعة من الإرهاصات نلاحظها اليوم. ودائما الرؤية المستقبلية هي عنوان الإبداع الكتابات التي نقرأها الأستاذ عبد الباري عطوان في سنوات عديدة عبر مختلف المنابر الإعلامية المختلفة، بالتأكيد في جريدة القدس العربي. وحتى لا أطيل، أود أن أتحدث عن 3 نقاط. الأول، وأستحضر من خلاله ما ذكره الأستاذ عطوان قبل قليل عندما قال إن الولايات المتحدة الآن بدأت تدير ظهرها حتى لحلفائها في المنطقة العربية، وأعطى مثالا في ذلك حول القانون الذي أصدره الكونغرس والذي نعرف كنهه والمتعلق بتأكيد بعض الاتهامات الموجهة للمملكة العربية السعودية التي أصبحت تتهم الآن بدعمها للإرهاب، وبالعودة إلى أحداث 11 سبتمبر المعروفة واعتبار المملكة العربية السعودية طرفا فيها. أيضا الولايات المتحدة بدأت تدير أيضا ظهرها وتقلب ظهر الميزان على بعض الحلفاء في الوطن العربي، ونلاحظ ذلك حتى مع المغرب الذي يعتبر من الحلفاء الأساسيين، والذي يعني وقع معها اتفاقية تعتبر نادرة حول شراكة استراتيجية، أو يعني يمكن نعتبرها شراكة استراتيجية على مستويات متعددة. هل يمكن القول الأستاذ عبد الباري عطوان أن هذه المواقف التي قد تصبح متكررة من الإدارة الأمريكية ومؤسساتها المختلفة قد تساهم في إبراز مخططات جديدة للمزيد من تفتيت دول المنطقة العربية أكثر، حتى تلك التي اعتبرت حليفتها إلى وقت قريب؟ رشيد. السؤال الثاني قصير جدا. القضية الفلسطينية التي كانت وما تزال قضية مركزية. اسمح لي سي رشيد، هناك تنويه بالنسبة للذين يتابعون الفيسبوك. سينقطع الفيسبوك دقيقتين وسنعيد يعني النقل، الجزء الثاني النقل مباشر، سيكون النقل مباشر. نعم. إذا هناك احتجاج كيأتينا من الانترنت. سي رشيد أقل من 4 ثواني. لا، أنا أتساءل هل يمكن القول بأن ما سيحدث مستقبلا في إطار إبعاد القضية الفلسطينية عن أجندة العمل العربي أو على الأقل العمل السياسي، ولا أقول الخطاب السياسي، قد يؤدي إلى إطالة
أمد الاحتلال أكثر مما يمكن أن نكون قد توقعناه. شكرا لكم. شكرا رشيد. نمر إلى ليلى. السلام عليكم أستاذ عبد الباري. ربما لا أتذكر عبد الباري عطوان إلا وهو يتحدث عن القضية الفلسطينية. اليوم ربما لم يعد المجال، يعني في فترة لم يعد المجال كبيرا لنتحدث عن القضية الفلسطينية بسبب كل الذي حصل بعد الربيع العربي. لدي سؤالان. السؤال الأول، بعد العرض الذي قدمتموه ربما ما فهمته أن هناك قوى عظمى دولية متحكمة في الوضع في الشرق الأوسط، وهناك قوى محلية، السعودية، إيران، تركيا، وهناك المفعول بهم أو قطع الشطرنج التي يتم تحريكها من الأطراف. ما لم أفهم هو ما هو الدور التركي وسط هذا المشهد، خاصة أنكم أن ربما قطاع كبير من الشباب العربي على الفيسبوك منبهر بالتجربة التركية وبتجربة العدالة والتنمية في تركيا. أين هي تركيا الآن؟ هل هي مع السنة، مع الشيعة؟ نحن نعلم مع إيران، نحن نعلم أن لها علاقات جيدة مع شكرا ليلى. لدي سؤالان، قلت سؤالا. سؤال ثاني، ودور المثقف العربي في كل ما يجري. أنتم تحدثتم أن ربما في جيلكم كنتم تنتقدون الدولة القطرية وتحلمون بدولة ربما قومية أو قائمة على أساس ديني أو لا أعلم. ألا تجدون أن المثقف العربي بعيد عن الشباب وعن همومه، وهو ما يجعله دائما لا يتنبأ بما سيحصل؟ شكرا ليلى. يكفي ليلى. نمر إلى الحافظ رقم 8. سفتي علي يا أستاذ الشاب في الوقت لأن خذوا ناس أكثر مني. لا السؤال كان واضح ليلى، ماشي ما السؤال كان واضح. استسمح. مرة أخرى ليلى. تحية إلى أستاذنا الكبير عبد الباري عطوان وإلى الحضور الكريم. داعش أو الدولة الإسلامية هذه ألصقوا بها الإسلام لكي يسير الإسلام، لأن ما نراه وما نسمعه وما نقرأه عن داعش لا تمت تصرفاتها هي الإسلام، إسلام التسامح، إسلام التآخي. سؤال أستاذ حافظ. السؤال هو داعش من يمولها؟ داعش موجودة في الأنبار، موجودة في أمريكا، موجودة في السرت، موجودة في كل. هل النواة الصلبة لداعش هي جيش صدام حسين أم لا؟ وشكرا. شكرا أستاذ حافظي على الاقتضاب. نمر إلى نور الهدى. الشكر موصول لمركز هيسبريس للدراسات والإعلام، والشكر موصول كذلك للأستاذ عبد الباري عطوان على المحاضرة القيمة، وأحييك شخصيا كمشروع إعلامية، لأنه ليس من السهل على شخص يعني انطلق من مخيم اللاجئين بدير البلح وأسس جريدة تقارع كبريات الجرائد العالمية. سؤالي سيكون واضح. أنت كتبت في كتابك حول تنظيم الدولة الإسلامية الجذور والتوحش والمستقبل أنه من السذاجة أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من خلقت داعش، بل هي خلقت الحاضنة لنمو هذا الوحش داعش. لكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقاتل داعش، تقاتلها في الفلوجة وفي الموصل وكذلك في سوريا بالدعم لقوات سوريا الكردية وإلى غير ذلك، لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة والموصل. ولكن هذا في جانب هذا القتال هي تسكت على الدعم التركي والقطري والسعودي لهذه الدول، هذه الدولة الإسلامية كذلك. ولا ننسى، أنا سؤالي هو هل الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة أن توقف هذه الدول على حدها؟ هي تركيا وقطر والسعودية. سؤالي الثاني سيكون كذلك حول قضية الصحراء، ربما أنت لم تجب عليها بشكل كافي ووافي، سأعيدك إليها. اليوم سوريا مدمرة، العراق مدمر، ليبيا مدمرة، لا ندري على من سيكون الدور اللاحق. كانت هناك قمة خليجية مغربية، كان العاهل البلاد كان في السعودية، وخرجت القمة ببيان مشترك قالت فيه أن دول الخليج تدعم المغرب في قضية الصحراء. مباشرة بعد ذلك كان وزير الخارجية الجزائري زار سوريا، ووليد المعلم كان في الجزائر، وكانت لقاءات بين الجزائر وبين إيران. اسمح لي كي سؤالي اليوم دول الخليج
لا تتدخل في أي دولة إلا ما تعقد المشكل. تدخلت في سوريا وتعقد المشكل، تدخلت في اليمن وتعقد المشكل. اليوم هل هذا التدخل الخليجي في قضية الصحراء ودعم المغرب مباشرة سيكون على وبالا، سيحل وبالا على المنطقة وأمام التدافع المغربي الجزائري؟ وشكرا لك. شكرا نور الهدى. صديقنا السوري غسان أبو صالح. مساء الخير، ونشكر إسبريس لإتاحة الفرصة للقاء الأخ الأستاذ عبد الباري. أرجو أن تدعوني أتكلم لأن قلوبنا مليئة ستنفجر في دقيقتين. أولا بالنسبة للعراق، صدام حسين مع كل ما يقال عن ديكتاتوريته كان يحمي الحدود الشرقية للوطن العربي. حافظ المقبور حافظ الأسد أرسل الجيش ليقاتل الجيش العراقي. السعودية والخليج وقفت أيضا من أجل صدام حسين، والآن تأكل أكواعها ندما لأنه كان يحميها. بالنسبة للعراق. بالنسبة لسوريا، من لما جاء نظام المقبور حافظ الأسد كانوا يقولون لنا نحن يا قاتل يا مقتول، لن نترك الحكم، وترجمت فيما بعد الأسد أو نحرق البلد. السعودية لما تدخلت لم تتدخل محبة بنا، تدخلت حتى تبقى نار سوريا في سوريا ولا يصل إليها المد. وكنا نقول على التلفزة هنا وفي الجرائد: هل البلد الذي لا يوجد به ديمقراطية يريد أن يحضر لنا ديمقراطية؟ فاقد الشيء لا يعطيه. سبب بلاوي الأمة العربية هي التكفيرية التي ولدت في السعودية.